سميتها أنت مواجهة؟ مواجهة عربية كبيرة. ماشي عربية هذه. لماذا؟ باسكو مصر عربية ولكن المغرب لا ماهيش عربية. كيف ماهيش عربية؟ مش عربية لأنه ما داروا التطبيع تما دوك أنا ماهيش حاجة أنا ليا دوك رايي هذا. ونزيد لك أنا يعني باش أنا نروح لك أبعد من ذلك لأن اليوم هذا الفريق أنا نقول لك حنا شوف حكيم نروح لك أنا ما نتكلمش لا على اللاعبين لا على اللعب لا سامحني على كل حال هذا رأيي. السلام عليكم الإخوان والأخوات والحباب وكاع متابعي كرة القدم كاع أنحاء العالم. فأجينا فيديو جديد اللي غنتحدثوا فيه على الإعلام ديال هوك. أنا غنتحدث للإعلام ديال هوك يعني بعيدا للشعب لأن هذا الإعلام اللي غادي نوريكم واحد التصريحات ديالهم بكل صراحة يعني بعيدا على المتطلبات ديال الشعب ولا العقلية الشعب. يعني هادو كيمثلوا غير نفسهم وخاص الجزائريين يحاربوهم ماشي حنايا خاص حتى الجزائريين. فواحد تصريحات واحد الناس جالسين في طابله بكل صراحه جالسين في طابله ماشي جالسين في بلاطو جالسين في طابله كيتناقشوا ومني كيشبروا النقاش. فبكل صراحه خليكم مع التصريح الاول بعدا تشوفوا هذا الاخ هذا. سميتها أنت مواجهة؟ مواجهة عربية كبيرة. ماشي عربية هذه. لماذا؟ باسكو مصر عربية ولكن المغرب لا ماهيش عربية. كيف ماهيش عربية؟ مش عربية لأنه ما داروا التطبيع تما دوك أنا ماهيش حاجة أنا ليا دوك رايي هذا. ونزيد لك أنا يعني باش أنا نروح لك أبعد من ذلك لأن اليوم هذا الفريق أنا نقول لك حنا شوف حكيم نروح لك أنا ما نتكلمش لا على اللاعبين لا على اللعب لا سامحني على كل حال هذا رأيي الشخصي. فأهلا بكم من جديد. فكما شفنا يعني التصريح هذا ديال هذا الأخ هذا يعني بكل صراحة ما عرفتش أنايا اش دخل إسرائيل في نقاش رياضي في بلاطو رياضي. ما فهمتش انا هاد الناس والله ما بغاو يتفهموا لي قسما بالله. وكيجي كيبقى يتحدث كذا كيجي كيقول لك حنا كندخلوا السياسه في الرياضه وكذا وهذا. فغريب جدا غريب جدا هاد الناس هادو بصراحه. النيفو طايح حتى لهاد الدرجه راه والله الا العجائب والغرائب. يعني قال لك انا الدوله اللي كتطبع انا كذا لا انا خوتنا المصريين الا كذا كذا. اش دخلك انت في دوله عندها سياده وعندها يعني اش دخلك انت فيها؟ تهتم صاحب الشأن ديالك اصاحبي وبالامور اللي كتهم بلادك. ما فهمتش انا والله ما فهمت. كيجي يقول لك المغاربه كذا وكذا كذا هو بيدو يجيب له تصريحات يعني واحد تصريحات لا مسؤوله عن بزاف ديال الجزائريين وكيجي حنا يتحدثوا علينا هنا. يعني ما عرفتش انا. شوف التصريح الثاني. شوف حكيم شحال وزمان والناس تكلم على الكواليس ولقجع ورجعوا لنا حاجه كبيره ولقجع هذا حكم في الكاف والفيفا وخلا دار الشر او لقجع خرج ولا والو ها. اي بورتون هذا لقجع وزير الماليه في المخزن المغربي اللي يعني اوليو يخدم بلادهم ويتهاو بالفريق تاعهم. يعني لقجع هذا كان يتكلم الا على الجزائر وكان يتكلم على اللاعبين الجزائريين اللي لعبوا في كاس العرب. ها هو شي صرالو اللي يجيب التركيز تاعو على الجزائر او ربي سبحانه عطاها لهم. وانا من هذا المنبر يعني يعني اشقاء المصريين نقدر نقول لك لان هما صح صريح ثاني قال لك هاو لقجع اللي هو يعني بقى يتبعنا ويتكلم فينا هاو شنو كيوقع له. والله الا غريب جدا. اول حاجه بعدا لقجع بالمناسبه لقجع تكلم للمنتخب الجزائري في ديك الفتره ولكن علاش تكلم للمنتخب الجزائري؟ لان كانوا استضفوه صحافه من بعد الاقصاء ديال المنتخب المحلي قدام المنتخب الجزائري وجلسوا معاه قالوا لي ودي علاش انت علاش التقصير علاش هذا الاخفاق هذا وهذا. قال لهم بانه لقجع كيفهم في الكره يعني ماشي شي شخص كيفهم في الكره وكيفهم في اللاعبين يعني واحد الشخص اللي هو درايه بالكره ماشي غير جا ودخل ليها. قال لهم بان المنتخب الجزائري فهو كيمتلك بلايلي وكيمتلك هذا وكيمتلك عنده تقريبا لاعبين صف اول. يعني بمعنى اش دخل شخص كيفهم كيشرح له الوضعيه. قال لهم حنا شاركنا بالمنتخب المحلي وهكاك مشينا نضرب الترجيح واخا كنا ذهنيا خارج الاطار. بمعنى اش دخل لقجع كيرجع السؤال على الصحفي طرحه بالمناسبه هذا الماتش لقجع كيهضر في الجزائر. يعني اش هاد الحماقه في شو سميتو في الهضره بكل الصراحه. يعني ناس النيفو ديالهم طايح
طايح لواحد الدرجه لا تتصور. نخليكم مع التصريح الاخير ديال هاد الناس اللي جالسين دايرين طابله وخاميه كيتحدثوا في واحد النيفو طايح بكل صراحه. خليكم تشوفوا هاد التصريح ورجعوا. منبر يعني يعني اشقاء المصريين نقدر نقول لك لان هما صح صرا معاهم واش صرا، ولكن اعترفوا بالخطا تاعهم، وكما يقولوا المسامح كريم. ولكن هادو اللي كانوا حاسبين روحهم جيراننا، انا نقول لك ماهمش جيراننا، ونقول لهم لهادوك اللي كانوا يتمسخروا بالشعب الجزائري، الشعب الجزائري كبير عليكم بالبزاف، وحتى المسؤولين تاعنا كانوا راقدين هانيين، غير ما كان له تكسروا ريسانكم، ودوكا روحوا فروها مع اللي كنتوا تبوسوا له يديه والاخر. حنا خاطينا هاد الصوالح، حنا الحمد لله مسلمين ونامنوا بربي سبحانه كيما المصريين يامنوا بربي، وربي عطاهم يعني نصفهم فوق ارضيه الميدان. محمد صالح نقول له يعطيك الصحه لانك لاعب كبير اليوم، بين في 120 دقيقه. انا اليوم شت محمد صلاح اليوم شت لاعب كومبلي، سجل يلا ايتي اون فالور سور فوق ارضيه الميدان، وين عرف يلا سويت لو ليدر في المومون فولو. والاخرين نقول لهم دوكا قعدوا تعسونا، حنا هاربين عليكم كاس افريقيا، كاس العرب، وان شاء الله نروحوا كاس العالم. انتم دوكا قعدوا في الشوماج والمشاكل اللي عندكم، حنا رانا هانيين، غير ما تكسروش كاع لسانكم. وحنا ماناش كاع سامعين حنا ماناش سامعين بالعرب محمد. حنا واش مليح فينا سيكو كي نربحوا نفرحوهم، وكي نخسروا نفرحوهم. حنا مانا سامعين بحتى واحد، حنا الحمد لله مشاكلنا نقدروا لهم وحدنا. فاهلا بكم من جديد. فاكم شنا يعني بصراحه ديال الله ايش دخل محمد صالح والايمان في انتصارات، في كذا، في هذا، ايش هذا المستوى. وبالتالي ملي كتقول دابا انت يعني انك يعني كاع ما سمع بينا وكاع ما حاس بينا، اقسم بالله الا حاس بينا وسامع بينا ومقصح مزيان، كيبان لي مقصح مزيان، ماشي زعما حيت اللي ما كيكون سامع بك كاع ما كيكون فهمت، كيكون القلب ديالو صافي ومهني فهمتي، وكاع ما يستحق يرد. اما اللي كيكون يعني مقصح وكذا انت القلب ديالك باينه فهمتي، يعني فاجر الزغبي. داكشي باش كترجع في قناه رسميه، يعني من في قناه رسميه فهم تناقش يعني المشاكل اللي كتعاني منه مثلا المنتخب الجزائري، الانديه الجزائريه، بزاف الامور كتناقش في قناه رسميه. هاد الامور هذه غريب جدا. كون كان عندك مثلا كتناقش يعني في لاشين ديالك ولا في شي امور، انا زعما نقدر ناخذها يعني. ولكن انت كتمثل دابا، انت ما كتمثلش بكل صراحه الجزائريين، والجزائريين في هذا النوع عندهم بكل صراحه. انا في هذا النوع بحال هادو ما يكون عندنا في المغرب بكل صراحه، انا الاول نحارب ما يمثلونيش لان النيفو طايح. ولكن بكل صراحه كتبان لي والله الا مقصح ديال بصح، والله يشافيك هادشي اللي غادي نقول لك. صالوا راسكم.